السلام عليكم، مرحبا بكل مشاهدي مستمعي ومتتبعي باقة لوديجي ميديا. مرحبا بكم في برنامجكم رونديفو دي زارتيست اللي كيستضيف اليوم احد نجوم مغاربة العالم. المسار الفني ديالو غني بالعطاء والوفاء للاغنية المغربية عامة وللاغنية الشعبية خاصة. هو سفير فني بامتياز، وصلة وصل، وصلة رحم بين المهاجرين المغاربة وريحة البلاد. يحمل على عاتقه ترسيخ التراث الفني والإيقاعات والموازين المغربية الأصيلة للجيل الجديد للجالية المغربية. من أرض الوطن انطلقت الرحلة الفنية ديالو ليحلق عبر عقد عمل نحو الإمارات العربية المتحدة، وبعدها يستقر بالأجواء الأوروبية وبالضبط ببروكسل. المسار ديالو الفني كله تشويق وتحدي، غادي نعاودوا لكم من القلب والى القلب مباشره مع ضيف برنامج رونديفو دي زارتيست الفنان المتألق محمد الهبيري. سي محمد الهبيري، مرحبا بك معنا في برنامج رونديفو دي زارتيست. نهار كبير هذا، نعم بالوجود ديالكم. بالوجود ديالكم وانت شكرا لك على الاستضافه، وكنشكر جنود الخفاء والناس اللي معاك ليكيب كلها من اثر زاد. شكرا للاستضافه، وانا جد مسرور الوجود ديالي بالمغرب ومعاكم. بارك الله فيك. عاد كتاب كنا با مال دو فوا كنبغيو اننا نصادفوك، ولكن الظروف ما كتسمحش لانك كتكون خارج ارض الوطن، لانك انت مقيم ببروكسل. ولكن الحمد لله مني دابا كاين في المغرب ما فيها بس خصنا نشوفوا السي محمد الهبيري معنا. اكيد، مرحبا مرحبا سيدي محمد، تبارك الله عليك، انت صاحب مسار فني غني تقريبا اكثر من 40 سنه، والاسم ديالك مكتوب في الساحه الفنيه بقوه. بديتي بحال شي لاعب كرة القدم من قسم الهواة إلى البطولة الوطنية، وكتألق وكيجيوك عروض وعقود خارج أرض الوطن، وكتحترف بالإمارات العربية ثم بالديار الأوروبية وبالضبط ببروكسل. شنو أعطت الساحة الفنية الوطنية لسيدي محمد الهبيري، وشنو أعطتك الساحة الفنية بديار المهجر، وشنو انت عطيتيهم؟ العطي الله والله العطي الله. غادي نكون معك صريح. نعم. يعني كارت سيغ طابل بدون لغه الخجل. طبيعه الحال داكشي اللي بغينا. دونك بالنسبه للساحه الفنيه الوطنيه ما عطاتنيش داكشي اللي بغيتو بحال اللي عطاتني الساحه الفنيه باوروبا. داكور. بحالاش؟ دونك انا ملي كنت هنا في المغرب كنت كنشتغل. وي. كنت كنشتغل وكان عندي كنت كنلقى عراقيل دي زوبستاكل من ناحيه الاعلام. لا من ناحيه التلفزيون لا من ناحيه لي ميديا اون جينيرال. يمكن ديك الوقيته ما كانتش الفرصه، ويمكن كان صعيب ماشي بحال دابا. دونك مني دخلت هذا اليوتيوب وهذا الفيسبوك وانستغرام سهل شويه المأموريه بالنسبه للفنانه اون جينيرال. دونك جات الفرصه كما قلت لك ديال ملي مشيت لاوروبا، لقيت يعني فرص كثيره تتعطى للفنان بطريقه قانونيه. داكو. ماشي داك الشيء يعني عشوائي مع كل احتراماتي. نعم. دونك بديت كنشتغل، بديت عاوتاني في اوروبا من الصفر بحال اللي بديت هنا في المغرب. لحقاش ملي كتمشي لاول مره لواحد البلاد ما كيعرفك فيه حتى واحد، دير سميتك. اكيد. واخا كنت كنعرف الناس قلال اللي كانوا كيحضروا الحفلات ديالي هنا في المغرب، كيجيو دي فاكونسي كيجيو فاكونس، كان عندي دي كونتاكت دي بتي كونتاكت. دونك التجأت ملي مشيت اول حاجه التجأت ليها ماشي الحفلات والاعراس المغربيه، التجأت للمطاعم والملاهي الليليه كأي فنان. ضروري ما يدوز منها. ما كاينش شي فنان يكذب عليك يقول لك انا ما دوزش الملاهي الليليه ولا المطاعم، لانه مدرسه في حد ذاتها، مدرسه كيتحك فيها الفنان. نعم. دونك التجأت لذاك الطريق ولقيت فيها راحتي، وبحال تكونت عاوتاني تكونت من جديد، حيت الملاهي الليليه مدرسه وفي نفس الوقت مقبره. اكيد. اللي ما عرفش أكيد. كيفاش يشتغل مقبره. الانسان اللي ما تيرسمش، راه الدار الا بغيت تبنيها خصك لا باز ساس وتدرسها. سي لا ميم شوز الميدان ديالنا حنايا. دونك اتجهت لهاد الطريق هذه ولقيت فيها راحتي، وبديت كنتعرف
كنتعرف مع الناس اللي كيجيو عندنا للمطاعم والملاهي الليليه، وليت كنخدم في الاعراس ديالهم. تري بيان. دونك سي ان سيستيم خدمته انا في راسي، لقيته مخرج. سي ان فيس كوميرسيال. دونك مورا داك الشيء بديت كنخدم في العراسات والحفلات. بدات السميه ديالك كتعرف. بدات السميه تتعرف، ولاو كيجيو ناس. جات فرصه اول سهره غتكون عندي هي ديال الدوزام. دونك مني تعرفتي تما عاد ولاو كيعيطوا لك الاعلان في المغرب. حيت انا كانت واحد السهره وحصل لي الشرف، كان لي الشرف تعرفت بعدا اولا قبل السهره ديال نغنيو مغربيه كانت صباحيه الدوزام مع ليلى الشواي وسميره البلوي. كانوا عندنا في بروكسل واقترحوا عليا ندوز في صباحيه الدوزام، وفعلا كان لي الشرف وكنت جد مسرور. واخا داكشي كان جا شويه معطل، حيت داكشي كنت كنتمنى ندوزو انا ملي كنت في المغرب. نعم. للاسف الشديد ما عليناش، دوزت نغنيوها، دوزت صباحيه الدوزام، ومن بعد جات فرصه عاوتاني ديال نغنيوها مغربيه في الدوزام. وي نغنيوها مغربيه عاوتاني. كنت دفعت ان دوسي دو بريس واعمال ديالي. كندير الاعمال ديالي. اول عمل ديالي ما كانش محطوط في اليوتوب، دابا نهضروا عليه من بعد ان شاء الله. اللي كان عندي مع يونس مقري الفنان المحترم. وهذا غادي نتكلموا عليه من بعد. قدمت البروجي ديالي وتقبلت. وكنشكر الشكر الجزيل من هذا المنبر للخدلوفي، مسيو الخدلوفي. نعم، حنا كنحييو بالمناسبه بزاف. والاخت الصحفيه المتميزه سهام. نعم حتى هي. المهم جاتني الفرصه اللي نغنيوها مغربيه. دونك حتى تعرفتي في لوروب عاد بداو اعلاميا في المغرب ولا كيتعرف محمد الهبيلي. للاسف. ايوا شوف، كل حاجه كتجي في وقتها. يعني للاسف. دونك هنا ملي كنقول لك شنو انت عطيتي للساحه الفنيه، باسكو نتايا في نفس الوقت مندوب النقابه المغربيه للفنانين المبدعين ببلجيكا. دونك انت هنا على ما اظن بحكم هذا التيتر اللي عندك عطيتي شي حاجه للساحه الفنيه انطلاقا من التيتر اللي عندك ديال مندوب النقابه. بيان سور انا نهضرك على بلجيكا فقط. نعم. حيت هنا هذا فرع ديال بلجيكا. انا مندوب النقابه المغربيه للفنانين المبدعين بلجيكا. من هذا المنبر كذلك كنحيي الرئيس ديالنا النقيب السي دريس بوقع، الاستاذ دريس بوقع، اكن له كل احترام والتقدير. نعم. تما احنا من قبل كان الناس كتخدم بطريقه عشوائيه بدون قانون. ممكن مدام نعيمه تجي تبغيني نخدم عندها مثلا في واحد المحل، انا نطلب لك مثلا ريال مثلا، غيجي واحد غيخدم واحد غير بنص ريال، وداك الشيء غير قانوني. دونك العشوائيه في عشوائي داك الشيء. دونك حنا كنحاولوا ما امكن ننظموا هذا الميدان ديالنا، هذا المسار ديالنا عن طريق النقابه. على طريق النقابه. زياده على ذلك كنساعدوا الناس، ماشي كنساعدوهم اللي يعني يستحق بطاقه الفنان. نعم. كنديروها ليه. انتم اللي كتكلفوا، كيجي مع دوسي. انتم اللي كتداك حنا اللي كنساعدوه باش نعم. كيحصل على ديك البطاقه. حيت ماشي ساهل غيجي ياخذها. بالطبيعه واخا كاين بزاف ديال المسائل اللي ماشي هي هذيك، بالحق حنا كناخذوا بطريقه قانونيه. غتجيب لي ان دوسي كومبلي من ا حتى زد، غادي نعاونك باش تاخذ بطاقتك. ناقص ما غاديش كندفعوا عن طريق النقابه. عن طريق النقابه كندفعوها لوزاره الثقافه، كيديروا الناس كاملين. اذا ديك البطاقه اللي كتحصل عليها انت كتساعدك في بزاف د الحوايج بطبيعه الحال. ابسط اشياء، ريديكسيون في التران مثلا، فيزا مثلا. كتبان انك بروفيسيونيل. اكيد. كتبين انا هذا راه فنان محترف ماشي فنان عشوائي. اكيد. فوالا الحمد لله. دونك كوميم راه كاينه خدمه. وكنساعدوك انت كدير اعمال ديالك، تكون عندك اعمال في اليوتيوب، كدير ان دوسي دو بريس، كدير قوانين ديالك، كتجمع اوراق كندفعوهم لك باش كتبقى تحصل على الدعم كجميع الفنانين. بطبيعه الحال الحمد لله. وكوميم راكم دايرين قايمين بالعمل. كنحاولوا ما امكن نوصلوا داك الشيء. يعني داك الشيء حنا شوف، وسيرتو الرئيس ديالنا كنقول لك داك السيد الرجل المناسب في المكان المناسب غيور على هذا الميدان. دونك واخا كنسمعوا الهضره بزاف على النقابات وهذه، ولكن الانسان خصو يدخل لواحد النقابه وشوف وسمع
وعاد حكم. ماشي مشكل. واخا سيدي. الو هنا غادي نرجعوا لك سيدي محمد. قبل ما تهاجر للديار الاوروبيه درتي اول البوم اللي هضرنا عليه دابا قبل على ما اعتقد في 1990 ولقى واحد النجاح كبير. البوم سجلتيه في استوديو ديال الفنان المقتدر يونس ميغري. دونك على ما اظن ديك الساعه ما كانش السي دي مي كانت الكاسيت وما ادراك ما الكاسيت. الو يمكن لك تحدثنا على هذا العمل الاول ديالك والتعامل مع الفنان يونس ميغري. اكيد الزمن الجميل. في الحقيقه والله ما توشي دابايا حيت هذيك لا بيريود هنا في الرباط كنت في كما كيقولوا في الهينون ديالي انايا. قبل ما نخرج كنت كنشتغل بزاف في العراسات. يونس ميغري صدفه خير من ألف ميعاد. والله تلاقينا في عرس. تلاقينا في عرس و سي با لوي كي ما بروبوزي، انا اللي بروبوزيت عليه. ودوك الوقيته يلاه فتح الاستوديو هنا في شارع محمد الخامس. شمس شي حاجه بحال هكا السميه ديالها بحال هكا. قلت لي واخا وتصوري مدام نعيمه ذاك الالبوم اقسم بالله ما مشيت. تلاقينا بالسبت ودار معايا الخميس. مشيت نيشان ما وجدت ما والو سجلنا عنده في السبت. سوبر. وباقي عاقل على العنوان خارجه ودايره يديه في يديه شعبي هو. وي سجلته عنده اول البوم ديالي وللاسف الان انا ما عنديش. علاش؟ ما احتفظتيش بشي نسخه والو؟ ما بقى لك حتى شي كاسيت هكا؟ والو ما نكذبش عليك ما عرفتش فين مشاو لي كاسيت ديالو. سي دوماج. وحده عنده وكنت باغا تبقى عندي وكنت بغيت نديرها حتى في لاباج ديالي في اليوتيوب. ما كايناش عندك في اليوتيوب. ما كايناش عندي في اليوتيوب. وهي نورمالمون بحال دابا ديك اعمال ولو انها قديمه خص تبقى دوكيومونطاسيون ديال كامل الكاسيت. دونك الكاسيت خليها في الكاسيت وتقدر تحولها بطريقه او باخرى في السي دي باش كتبقى عندك واحد النسخه ديالك. اكيد ونتمناو انك شي نهار تلقى شي تخاص ولا شي حاجه. غادي نرجع دائما مع البدايات ديالك سيدي محمد. اللي عرفت انك ملي كنتي صغير كنتي كتغني الغيوان ومولوع يعني الولاعه ديال الغيوان. يعني بديتي غيواني. كيفاش هاد الولاعه جاتك ديال الغيوان؟ الوقيته اللي بديت فيها انايا اللي جاني ذاك الحس الموسيقي وبغيت نخرج للميدان لحقاش انا حتى الدراسه ديالي سمحت فيها على ود هذا الميدان هذايا. دونك ديك الوقيته كانت غير الظاهره الغيوانيه. نعم. ما كانوا لا اجواق. كان واحد السي بن عمر الزياني الله يطول الله عمره هو اللي كان. اذا الغيوان كانت ظاهره خطيره في العالم العربي. كل شيء كان كيشوف راسو غيواني صافي. غير حتى ما كنتيش كتغني عندك ديك الحس ديال الغيوان. كنتي كتربي الشعر كنت كدير السراول طوال ديك اللباس. موراها جاو المشاهب جاو جيل جلاله السهام يعني فروق كثيره. دونك هذيك الوقيته درنا حنا واحد الفرقه ديال 4 ديال الناس في الحي ديالنا انا وهو بوهلال يا حي يعقوب بن صور. انا ولد ديك الكارتي وافتخر ولد داك الكارتي. تحيه لهم كاملين. وزدت وكبرت في داك دونك حنا 4 ديال الناس كنعيشوا في كارتي واحد كيدير الطمطم واحد كيدير البانجو وانا وواحد كنديروا البندير. شفتوا راسكم غيوانين صافي. اذا بدينا ديك المسير ديال الغيوان شويه بدينا كنغنيو جيل جلاله المشاهد. المهم ديك الظاهره واحد الوقيته انا جاني داك الحس الموسيقي. بغيت نوسع بحال غدير ان بتي بروجي وبديت كتجدد. دونك بديت كنمشي مع واحد الدري الله يذكره بخير والله يرحمه برحمه الله اخ الطيبي. كان كيدير الكمانجه ودار واحد الجوق ومشيت انا معاه تندير الميزان ترد الكورال في جوق عصري. كنا كنخدموا في حفلات صغيره ماشي شي حاجه كبيره. دوزت معاه تقريبا واحد 5 سنين ولا 6 سنين. تبارك الله. صافي حسيت براسي خصني نخدم بوحدي. منا ممكن انا بامكاني ندير جوق بوحدي. صافي لقيتي راسك. لقيت راسي صافي في داك الشيء وفعلا داك الشيء اللي وقع. مزيان. درت مجموعه ديالي بوحدي
بديت تنخدم في حفلات، مره هنا، مره حفله صغيره، مره فابور، ضروري هو شوف، هو اي فنان ضروري يدوز من هذه المراحل كامله. الشيء اللي جا ولقاها واجده ما غيعرفش بحقها. اكيد. ميم حاجه ملي كتدمر عليها باش توصل لذاك الشيء اللي بغيتي، كون على يقين انك غتعرف بحقها. اكيد. اكثر من واحد لقى فوالا موجوده عايه قدامه صافي ما عرفش بحق الحال. في اي دومين، راه ماشي في المجال الفني يا سيدي محمد. اكيد. في اي دومين غادي وكتلقى واحد النجاح كبير وشهره كبيره بطبيعه الحال، من بعد كيجيك عقد عمل، ولكن قبل من لوروب كيجيك عقد عمل بالامارات العربيه المتحده، وكتمشي على ما اظن مده 3 سنوات تقريبا. كيف جات هذه الفرصه ديال هذا العقد هذا؟ هذا العقد جانا قبل ما نخرج اوروبا. اي قبل اوروبا. هنايا واحد الوقيته بديت كنخدم عند الخليجيين بزاف هنا في الرباط. دونك ستان كونتاكت عادي. انا كنت خدام في واحد الحفله خاصه باش نركزوا مزيان، خاصه، وجات فرصه، جا اقتراح، ما قلتش لا. لانك كتغني انت جميع الانماط الغنائيه الحمد لله، من كل شويه شويه بركه، ما عليناش. المهم انا كانت عندي حفله عندهم، دونك كاين غير الخليجي اللي خدام. دونك جاتني فرصه وكنت ما رفضتش، سير بلاس جاوبتي. وي. وكانت مزيانه ديك 3 سنين دازت مزيانه مانيفيك، وبقات الذكرى باقي لدابا. ما كنساش انا ديك لا بيريود، وديك لا بيريود اللي مشيت فيها انا الهينون ديال الامارات. دابا راه كتقول الامارات بحال قلتي مثلا هنا بحال كرف المغرب. للاسف كنقول لك، وبالتدقيق وبالتحديد مشيت للاوتيل شونغريلا، راه ما بقاش دابا في دبي. دونك دازت واحد 3 سنين دازت زوينه، ودازت ودازتي الاسم ديالك تما. كاين ديزو بستاك مع تعرف الميدان ديالنا حنا راك عارفه. ولكن انا استفدت من ديك هو مزيان يكونوا عراقيل باش كتستافد منهم، مزيان الانسان يطيح وينوض باش يتعلم. راه ما يمكنش تلقى الطريق مفرشه كلها بالورد، ما احنا نرجعوا ما يمكنش كلشي يجيك ساهل. ولكن للاسف انك تلقى عراقيل مع ولاد بلادك، هذا هو المشكل. شوف سيدي محمد، هي راه بطبيعه الحال اخوك في الحرفه هذوك راه ما جاتش من فراغ، ما جاتش من فراغ، ولكن الحمد لله ثبتي الوجود ديالك، دوزتي 3 سنين، ومن بعد كترجع لبلادك المغرب وكتعاود تحيي حفلات الى غير ذلك. وفي واحد العرس بالضبط عاوتاني كتجيك فرصه عمل باش غادي تمشي لبروكسل. اكيد. وما رفضتيش. اكيد ما رفضتش. من هذا المنبر كذلك، المنبر ديالكم، كنشكر الاخ كريم والاخت ناجيه، هما يعني هما السبب باش انا مشيت لاوروبا. مشيت لعندهم المطعم اللي كانوا دايرين لوفيرتور ديالو في بروكسل. تلاقينا في عرس، واخا انا عندي كنعرف مسيو كريم صافي لونطون، سيدي الداني، ولكن ديك الفرصه جات مشيت انا وواحد المجموعه كانت مجموعه هما اختاروها، ومشيت انا معاهم. نعم. هذه المجموعه ديال فاطمه الشباعي، واحد المغنيه مع الفرقه ديالها، هذيك راه معنا في بروكسل حتى هي. مشينا حنا اونسومبل، فاطمه والمجموعه ديالها وانا. دونك مع الفرقه مع فاطمه الشباعي مشينا، انا كندير اللون ديالي وهي مع الذوق ديالها كدير اللون ديالها. وكانت يعني بدايه كانت فرقه يا سلام، كانت فرقه مشينا مجموعين، كنا فاهمين، كنا كنخدموا واحد الخدمه نقيه وزوينه، وذاك اللون اللي مشينا به ما كانش في بروكسل ديك الوقت في 93. انفردتوا بهذاك اللون، بداك اللون، درتوا بلايصتكم، درنا بلاصه. الحمد لله. هذا من فضل الله ورضا الوالدين. الحمد لله. دابا سيدي محمد مع فصل الصيف، يعني الاعراس كتكون منظمه بكثره وداك الشيء، وحنا اللي كنعرفوا ان سيدي محمد كيتقن جميع الانماط الغنائيه، الطرب المغربي، الشرقي، الخليجي الى غير ذلك والشعبي. ولكن الملاحظ انك كتغني بزاف اللون الشعبي، لانه مطلوب بزاف. واش نقدروا نقولوا بان اللون الشعبي هو اللي كيوكل الخبز اكثر واكثر؟ اكيد. اكيد. اللون الشعبي احنا عندنا في الدم. المغاربه على غير التوضيح، المغاربه كيسمعوا جميع الالوان. عندنا ثقافه عاليه احنا المغاربه. الجمهور المغربي جميل جدا خطير، وصعيب صعيب باش ترضيه. صعيب لا في المسرح لا في الغناء لا في كل شيء. اكيد بالحق. هذا اللون بالخصوص اكسبسيونيل عندنا حنايا. نعم.
مسالينا في الدم. ممكن تسمع ام كلثوم، ممكن تسمع محمد عبد الوهاب، ممكن تسمع عبد الهادي الخياط، ممكن تسمع محمد عبدو، ممكن ولكن ملي كتكون الجراح لا كاينين والو ما كاينش. اكيد. اذا الشعبي هو ديالنا في الدم، في الدم كاين. صافي. سيدي محمد، انت كتحيد طبيعه الحال مجموعه ديال الحفلات في اوروبا خصوصا في بروكسل، واش كتحس بالغربه في بروكسل؟ علاش سولتك هذا السؤال؟ لانني انا ملي مشيت كان عندي يعني تقديم ديال مجموعه ديال الحفلات تم، راه ما حسيتش براسي اكيد. انني راه جاني بحال كاع في الرباط ولا في كازا. واش هذا الاحساس كتلقيته؟ انا غادي نقول لك واحد الاضافه عاوتاني، سورتو في بروكسل. اكيد راك في المغرب. نعم. تنهضر على بروكسل فقط. وعلى بروكسل. انا كنسكن 30 كيلومتر خارج على بروكسل. كنسكن في الريجيون فلامون اللي كيهضروا الهولنديه. وي لوفن سي لا بلجيك. كتحس براسك في بلجيكا، لا من ناحيه الناس، لا من ناحيه السيستم. بروكسل الا شديتي مثلا قطري ولا ماشي قطري، نخليو الخليج، شديتي عراقي تقول لي يقول لك انا في العراق، شديتي سوري يقول لك انا في سوريا، شديتي لبناني يقول لك انا في لبنان. علاش؟ حيت الجاليه العربيه كلها في بروكسل. وي. واكثر جاليه كاينه هي ديالنا تاع المغاربه، فهمتيني؟ دونك اي حاجه بغيتي تاكلها، سوري لبناني عراقي لبناني مغربي، كتلقاه في بروكسل. كتلقاه. والمشاريع مغاربه هما اللي المشاريع ديالهم، الكافي، المطاعم، الملاهي الليليه. اذا بروكسل ما بقاش ديالهم. لا صافي. هذا الاحساس انا جاني، قلت والله تنسول الى درجه انهم ولاو تيخدموا بوليس مغاربه بزاف. المهم كاينين موجودين. أكيد. الحمد لله. الحمد لله. مني كتغني يا سيدي محمد المغاربه العالم خاصه وللجاليه المغاربيه عامه، كتغني بطبيعه الحال جميع الانماط الغنائيه، ولكن ملي المغاربه كيشموا فيك ريحه البلاد وكيحسوا بالحنين الارض الوطن بالايقاعات المغربيه الاصيله والموازين والمواويل الشعبيه ديالنا، واش كتحس براسك انك ملي كتكون كتغني مع الجاليه المغربيه انك هذيك الصله وصل ما بين المهاجر والوطن؟ اكيد. حنا كنأدي واحد الرساله مدام نعيمه، بطبيعه الحال كنأدي واحد الرساله، وهذوك الناس اللي في المهجر ما نقصهم والو، نقصهم غير الحنين للوطن فقط. راه هي اكبر حاجه، اكبر حاجه واهم حاجه. الا جيت دير في الكفه عندهم كلشي داك الحنين للوطن، راه تلقى الكفه ديال حنين الوطن هبطات كلشي. اكيد. اكيد. دونك غير واحد القضيه، دابا حنا بحال في اوروبا كاين المغاربه من جميع المدن المغربيه، كتلقى ريافه، طنجه. نعم. اذا انت خصك تكون اي لون يكون عندك، بطبيعه الحال. انت نعقش ما غتجيبش مثلا ريفي كيتفرج فيك ما تيهضرش العربيه ويمكن لك دير ليه شي حاجه ماشي ديالو. لا. دونك حنا كنحاولوا ما امكن ندي واحد الرساله على الامكان، على حسب الامكان. نحن كمان الله سبحانه وتعالى تذكروا بالبلاد كل واحد كتعطيه حاجته، كل واحد تعطيه ديالو، كيكون فرحان حيت ناقصنا داك الشيء هنايا. وي. الاعراس اللي عندنا تما حنايا ناقصنا داك، ماشي كلشي كاين، العرسات كبار فخامه قمه لاهوت كام، ولكن داك الجو الحس العائلي اللي ناقصنا حنا، ناقص تما. دونك نتوما كتحاولوا هنا ما امكن اكيد انك تكون ديك الصله الوصل، كتحسوا بالبلاد، اكيد كيشوف فيك البلاد، وحنا الدور ديالنا هذاك. وي ضروري. فهمتي حنا نسون فيغ دو سا. وي. فهمتي غير الجو ديالنا ما كاينش خوه. اوف كورس. ما كاينش خوه في العالم، حيت انا داك العرس قطري، العريس والعروسه راه مشكله. عرفتي احنا ما كاينش منا جوج هنا. لا المغاربه بالنسبه للنشاط ديالنا والطريقه باش كنديروا الحاجه، راه الناس كيحماقوا دابا. راه اجانب كيجي كيفضل انه يجي يدير العرس كيديروا في المغرب، يديروا في مراكش ولا في شي مدينه اخرى، لان اجواء العرس المغربي لا يعلى عليها. اكيد. دو زاد راه شي حاجه دابا وتطور، ولا مجموعه ديال الحوايج تزادوا فيه، يعني فريمون. العريس براسو قال لي وي العرس المغربي راه خطير، ما كانتش نديروا في المغرب. خطير العرس المغربي واعر عندنا. دابا كتلقى غير حفيله غير صغيره، الناس عرفتي كيزوقوا عليه وكيقادوا. المغاربه عينهم كبيره بصح، وكيبدعوا ديما الابداع. دابا العرس كتلقى هذا العام في شكل
العام الجاي كتلقى زادوا حوايج اخرى. تبارك الله. كيزيد داكشي مفخر علينا الحمد لله. من ناحيه الكفاءات، من ناحيه كلشي الاجواء، لا داكشي ولا رائع. القاعات، من ناحيه زعما جميل جدا. لا المغاربه زعما تيشرفوا الصراحه. اذا كانت تجربه زوينه ديال القطر. الحمد لله. سيدي محمد، دابا هذا المسار الطويل ديالك تبارك الله غني، راه بديتي بطبيعه الحال كانوا عراقيل، مره كطيح مره كتنوض. واش ما جاش شي نهار محمد الهبيري ندم انه شق هذا الطريق الفني؟ لا ابدا ابدا، حيت ملي كدير شي حاجه كتبغيها مدام نعيمه كديرها من قلبك بحب. غير واحد القضيه، واحد النقطه مهمه انا كنوجهها للموسيقيين كاملين بدون استثناء. نعم. يعني بالنسبه للميدان ديالنا زوين، ثقافه، رساله، روح، ابداع، ولكن ما خصكش تعتمد عليه بوحده، يكون هو رقم واحد. اذا خصها يكون عندك عمل اخر ولا مدخول اخر بهذه الصفه. يكون مدخول قار عندك، قار يعني تكون انديبوندون، ولا تكون خدام مع ليطا، ولا شي حاجه قاره. المهم قاره ودير هذا الميدان. علاش؟ غتبدع فيه اكثر، غتعطيه وقته اكثر، حيت ملي كيكون غير بوحدو هو تيجيب له ستريس، وسيرتو ملي ما تنجحش لك واحد الحاجه، ولا الخدمه كتكون قليله، ولا كيجي شي مشكل، حيت حنا مسيرين ماشي مخيرين. نعم. كيمكن لك تمرض وتحبس بحال كورونا. كورونا 3 زون بنادم يحمر. هذاك درس هذيك للجميع. اذا انا كنوصي وكننصح الناس الموسيقيين بدون استثناء، يعني الموسيقى زوينه كما قلت لكم، روح، احساس، ابداع، فيها الفلوس، وي ما ديرهاش بوحدها، دير شي حاجه اخرى قاره. نعم ضروري. سيدي محمد، غادي ندوزو لاخر محطه في البرنامج اللي هي محطه سخيناش بكم. حنا كذلك الدردشه معك زوينه بزاف. الله يكبر بك. المواجهه سيدي محمد، ما غنواجهكش مع شي واحد اخر، مي غنواجهك مع نفسك. دونك سيدي محمد الهبيري غادي تلاقى مع محمد الهبيري، شنو تقول له باش تنصحوه، باش توصيه؟ شي على مواجهه كي دايره صعيبه. وي، اما باش نواجهك مع شي واحد اخر، انا كنواجهك مع نفسك. وخليتيني حتى الاخر بطبيعه الحال. هو بصح حنا كنهضروا دابا بغينا المواجهه زعما من ناحيتاش باش نفهم السؤال مزيان. كلشي تلاقيتي مع محمد الهبيري باش تنصحو، باش ما بغيتي شنو تقول له، باش توصيه؟ هنا في المغرب تلاقيت به، في المغرب، في بروكسل، في قطر، في الامارات. كنفضل نتلاقى به في المغرب. المهم تلاقيتي معاه، ما كيهمش انك فين تلاقيتي معاه، شنو غادي باش غتنصحو، باش غتوجهو. تلاقيت به في المغرب غنقول لي خي الهبيري خليتي بلاصتك في المغرب. هذه الا لقيتيه في المغرب. الا لقيته في المغرب غنقول لي خليتي بلاصتك في المغرب. الا لقيتيه في بروكسل، وللاسف يعني هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوك فيه دابا كنا بغينا نشوفوك فيه وانت معنا هنا في المغرب. ولا لقيتيه في بروكسل باش تنصحو، نقول ليه تبارك الله عليك اخي الهبيري راك غادي مزيان. غادي مزيان. وراه يخرج ليه هذاك ديال المغرب يقول له ديتيه يدابزوا لينا هنا، هذاك يقولوا ديتيه لينا، الاخر يقولوا لا خليه عندنا هنايا. صح. وتبارك الله عليك. الله يكبر بك مدام نعيمه. بغينا قبل ما نختموا بغينا كلمه للجمهور ديالك. اكيد. الكاميرا قدامك، تفضل. من هذا المنبر كنحيي الجمهور ديالي الحبيب داخل وخارج ارض الوطن. اولا نجد سعيد بالوجود ديالي بمدام نعيمه في هذا البرنامج الراقي اللي كنسمعوا عليه ديما، وانا كنت خديت قرار مع نفسي ان ندوز في هذا البرنامج من يكون في المغرب، وفعلا حصل لي الشرف، ومدام نعيمه عطاتني فرصه اللي ما ننساهاش، كنشكرها الشكر الجزيل، وكنشكر جنود الخفاء اللي معنا، والزوجه ديالك اللي حاضره معنا. اكيد تحيه كبيره مدام نعيمه كنحييها من هذا المنبر، هي قدامي. المدام ديالي اللي السند ديالي طبيعه الحال، اللي ديما مسانداني وواقفه معايا في السراء والضراء. الجيش ديالك، الجيش ديالي. وما كرهتش تكون ماناجير ديالي، ولكن هي خطيئه الميدان. كنشكرها الشكر الجزيل، وكنشكر مسيو ديالك، الزوج ديالك الراقي اللي استقبلنا حفوات الاستقبال، والاخ لارونجور اللي معنا حتى هو، وجنود الخفاء ديال البرنامج ديال الاستوديو كامل. شكرا بزاف وشكرا بزاف، وانا جد فرحان. باش كتوعد الجمهور ديالك؟
الجديد ديما الجديد، الله ها هما ديما الجديد. وانا غير مؤخرا ماشي بزاف، دابا واحد 3 موا خرج اخر عمل ديالي هو شفت صورتك ميمتي وسديت عليا البيت، راه خرج راه في لاباج ديالي في اليوتيوب. كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم، والحمد لله راه يلا خرج ووصلت على ما كنظن واحد 45,000 تبارك الله. يلا وصلت. شفت صورتك ميمتي وسديت عليا البيت، هادشي اللي عطى الله. واللي بغى يشوفوا يدخل يوتيوب. دعمونا حيت نتوما حنا بكم باش حنا خدامين، بلا بكم راه حنا ما كنسووا والو. دونك دعمونا وساندونا، واللي عنده شي تعقيب يكون تعقيب بنا يتراسل معنا، حنا نصلحوا راسنا وبالتعقيب ديالكم باش حنا كنصلحوا راسنا. يا سلام تبارك الله عليك الله سيدي يبارك محمد. كنت جيت سعيده بالوجود ديالك، بالدردشه معاك وهذا الحوار الجميل. بحق ما سخيناش بك لان كنحس بك صريح جدا، تلقائي يعني، وتنتمنى لك التوفيق ان شاء الله داخل وخارج ارض الوطن. ومازال ان شاء الله غادي نعاود نكون معكم هنا ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا، لان البرنامج فتح الابواب ديالو اكيد، سواء الفنانين المهجر، الفنانين اللي كاينين هنايا، الفنانين يعني بطبيعه الحال كنصادفوا نجوم فنيه كبيره، وكذلك كنفتحوا الباب وكنعطيو فرصه كذلك للفنانين الشباب اللي بادين، لان هذا هو الدور ديالنا. واش حنا دائما نبقاو نجيبوا الاسماء المعروفه، ولكن خصك تجيب فنان اللي بغى يشق الطريق ديالو، نمدوا له يد المساعده على قدر المستطاع ديالنا، وكنتمناو التوفيق للجميع. امين. شكرا بارك الله فيك. افيك بليزير. مشاهدي لو دي جي ميديا، ما بقى ليا غير نودعكم وكنشكركم، وباسمكم كذلك كنشكروا الضيف ديالنا الفنان المتألق محمد لابيري، وباسمكم كذلك كنشكروا مخرج البرنامج ايت بن الحسن محمد، وكل الطاقم التقني والفني، محمد ياسير مولين، ندى، وفاء، الياس، وهبه. وملادين كتقول لكم تبارك الله عليكم. برنامج رونديفو دي زارتيست ورونديفو سبيسيال هما من انتاج لو دي جي ميديا بشراكه مع R212 الاذاعه الالكترونيه لمغاربه العالم. يمكن لكم تبحثوا عليه وتلقاوه في الريبلاي على ويب تي في ايكو ايكو، وكذلك على VOD، والاستماع اليها على جميع منصات البودكاست. وما تنساوش الاشتراك في قناتنا باش يوصل لكم كل جديد. مع لو دي جي ميديا نسابق الزمن والتحولات لنعيش الغد من أجل إعلام رقمي متطور وهادف بعيدا عن التفاهات. شكرا على التفاعل ديالكم، تبارك الله عليكم. مع تحيات نادين.